من أصول تعامل الراجل مع مراته الجزء التاني: مبدئيا ما يفتش في تليفونها ولا يدور وراها، ولو خارجين ما يلبسش قبلها علشان هيلهوجها وهيعملوا مشكلة، ولكن يسيبها تلبس الأول وتخلص خالص، وبعد ما تخلص يقوم ويلبس هو. ما ينامش في أوضة وهي في أوضة علشان ما يبقاش عندها جفا من ناحيته وتتعود على بعده، ولكن ينام جنبها، وما يقومش إلا طبعا لو هتوقعه من على السرير. وما يصدرهاش في تنزيل زبالة أو شراء أو بيع أو دفع فواتير، ولكن يخليها معززة مكرمة طالما هو موجود وحسه بالدنيا. ولازم وضروري ما ينساش يديها عادية في العيد، مش للعيال بس، حتى ولو هينزل معاها ياكلوا من على عربية فول ويشتروا كوبايتين شاي ويشربوهم في الشارع ويقعدوا في أي مكان بسيط، المهم يخرجها من وقت للتاني. ويعود نفسه ما يدخلش عليها فاضي ولو بأقل القليل، وما يجيبش سيرة المجايب ولا العمايل خصوصا في وقت الشد ما بينهم. ويحرص إن هي تحكي له حاجة في ساعة صفا فيمسكها عليها ويعايرها بيها بعدين، هيعمل حاجز ما بينه وما بينها صعب يتكسر بعد كده. وإن جيت للحق ملوش دعوة بماضيها ولا له إن هو يسألها فيه، ولازم يكون مدرك وعارف إن الست ما حلتهاش غير لسانها، لا هتعرف تطردك من البيت ولا هتعرف تضربك. فلو قالت كلمتين في وقت غضب أو علت صوتها، اعرف إن هي مش مدركة كل اللي بتقوله، فسيبها تطخهم وخلاص، ويا بخت من قدر وعفي. ولما يجي يقرب لها وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في ليلته، ما ينساش يدعي ويقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وملوش دعوة بورثها ولا له إن هو يتكلم فيه. وإن خدها موظفة يدعمها ويفتخر بيها، ولو خدها ست بيت يديها قيمتها وما يقللش منها. وما هياش عارفة إن هو بيحبها ويتمنى لها الرضا ترضى، أو هي وحشاه لازم يعبر ويتكلم يقول لها: أنت وحشتيني. عربية السعادة وهي نازلة توزع على الناس كل واحد شوية، شكل طمعت فيها وخدتها كلها، علشان كده ربنا جعلك من نصيبي ومن اسمتي. لازم يعبر ويتكلم ويقول، وما يقولش هي عارفة وفاهمة من غير قوالة. ولو هتكلمه في موضوع شاغلها أو قلقها، واجب عليه يسيب التليفون من إيده ويبص لها وما يقطعهاش ولا يستخف بكلامها. ويا ريت لو يبعد عن خصلة التريقة والمقلتة والتقليل من كدها وعمايلها، حتى ولو بهزار، بيكون هزار تقيل يا أخي. ولازم برضه يكون عارف إن بره بأمه أو أخته أو أهله ما يمنعش أبدا ولا يتعارض من إنه يكون بار بزوجته ويديها حقوقها. والمبادئ ما بتتجزأش، ما ينفعش يتكلم مع كل الناس حلو ويجي قدام مراته لسانه يتربط ويتعقد. لازم يتكلم عنها في غيابها وفي وجودها بشكل كويس ويدعي لها كمان. وما يبقاش زمار، يعني بقمصة بيزعل على الكبيرة والصغيرة ومنع عينه الخصام. كتر الخصام هيعلمها القسوة بعد كده من ناحيته وهتكبر دماغها منه. وما يدخلش حد ما بينهم، ولو فيها طبع مش عاجبه بعيد عن أخلاقها طبعا، يسايس حياته معاها وما يضغطش عليها علشان ما تتحولش لشخص أسوأ. يميل علشان المركب تمشي. وممكن يقول في عقل باله: أنا إيه اللي يجبرني على كده؟ أقول له: لو أنت دخلت بيوت الناس هتحمد ربنا على الست اللي في بيتك. وما تفرضش عليها خدمة أهلك ولا القعاد وياهم. ولو أكرمتهم لازم ولابد، ومش عايز أقول لك يوميا، تشكرها على كده، لأنها والله بتعمل ده علشان خاطرك أنت. ويا ريت ما تتكلمش عن التعدد قدامها، عارفين إن أنت ما تقدرش يا سيدي وبتهزر، لكنه هزار سخيف هيخلي الست اللي معاك تقلق. والست ما بتحبش غير لما تطمن، ولما تطمن لك هتدلعك آخر دلع وتخليك تعيش سعيد ومبسوط. فابعد عن أي حاجة بتصير قلقها وخوفها من ناحيتك. وبالله عليك ولو هتيجي على نفسك ما تنكدش عليها في المناسبات، الأعياد والأفراح واللازم منه، لأن على قد الفرحة بيكون الزعل أضعاف في الأيام اللي زي دي. ويعود نفسه ما يتأخرش بره علشان هي ليها حق عليه، خصوصا لو تأخير ملوش دعوة بالشغل. هي لو مش حباه مش هتسأل فيه من أصله. وإن كانت عايزة تجدد أي حاجة في الشقة وإنت مش هتجدد، اسمع برضه باهتمام: الشقة وطن الست. ويطبع نفسه ما يجيبش سيرة أهلها بسوء، حتى ولو متضايق منهم ما يتكلمش عنهم خالص، وده لأن أهلها دول هم جدود أولاده وأخوالهم. ولو اتصرفت أو قالت أي كلمة مش عاجباه يسألها عن قصدها الأول قبل ما يمسك فيها. ولو قالت له ما اقصدش ما يتبتش في الكلمة ويقول لها لا تقصدي ويعمل مشكلة معاها. كده هيجرأها عليه وهيخلي عينيها تفتح في عينه بعد كده. ولكن يقول لها: خلاص أنا عارف إن أنت ما تقصديش، ويقفل الموضوع. الست حدق البيت، يعني ملحه
من غيرها البيوت ما بيكونش ليها طعم ولا معنى. ولازم الراجل يكون عارف إن البيت ما بيقومش على الشخط والنطر والندية وقلة القيمة والمعاملة الوحشة، ولكن بتقوم على المعاملة الطيبة والإحسان والمعروف والتغاضي والتغافل. وطالما الراجل عارف إن هو الأقوى لازم يميل ويكبر مخه ويخليها عليه شوية كمان، ودي من سمات الرجولة على فكرة وتمامها. إنما التلاكيك واستلقاط الغلط دي سيبها للي مهزوز من جواه وعنده شك في روحه. وعلى رأي اللي قال: الراجل الهادي بيته عمران. ربنا يهدي بيوتنا جميعا. وأخيرا، لو فيديوهاتي أوقات بتظهر لك وأوقات لأ، فأنا اسمي أحمد أيمن. دور عليا لو جيت على بالك، ويشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات. سلام عليكم.